ايه انت متشيك كده ورايحه ايه فين؟ يا حبيبي، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. هجيب طلبات من تحت وهجيب اخويا في الموقف. اخوك مين؟ احمد. احمد. هو في الموقف بقى ولسه مكلمني دلوقتي، قلت له خلاص خليك وانا هاجي اخدك. اه هيجي فين؟ هيجي يقضي معايا اليوم وكده. اه. هو مش اخوك ده كان محبوس؟ صح ولا غلط؟ ماشي، وايه علاقة ده بده يعني؟ بقى رد سجون. لو اخوك محمد ماشي يشرب، انما احمد ما يجيش. رد سجون، واحد خارج من السجن يجي لي بيتي ليه؟ واحد خارج من السجن يجي لك بيتك ليه؟ هو انا سامعة صح ولا سامعة غلط؟ اه سامع صح زي ما انت سمعت كده. طب ايه اللي انت بتقوله ده بقى؟ اخوك دخل السجن بقى محل ما كان انت عارف ان هو مسجون. مظلوم، داخل وهو مظلوم، خلاص وطلع بقى وحش، خلاص نبطل نتعامل معاه. داخل مظلوم مش مظلوم، واحد دخل السجن اتعامل مع حرامية ورد سجون جوه. طب راعي ان ده اخويا، وراعي ان كلامك هيزعلني. ايه اللي يزعلك في كده؟ مش دي الحقيقة؟ ما تبصليش كده، مش دي الحقيقة ولا مش الحقيقة؟ مبدئيا انا مش هتكلم معاك، انا استأذنك وبعد ما احمد يجي وياخد قعدته ويمشي لينا كلام تاني في كل اللي انت قلته دلوقتي. لا خدي هنا خدي هنا. انت مش هتنزلي. انت لو نزلت هنا هتجيبي طلبات بيتك وترجعي. يعني ايه مش هنزل اطرد اخوك. اخويا يعني اقول له خلاص امشي روح؟ اه قولوا له امشي. انا مش داخل بيتي واحد رد سجون كان محبوس، ده بقى له 4 سنين محبوس في السجن. ما الله كفايه أعلم. بقى يا عبده. الله اعلم بقى جوه بقى عامل ازاي. ده بدل ما انت اللي تسأل عنه وتقول ينور الدنيا كلها. اسال عنه؟ لا انا قليل الاصل، ما بحبش حد يكون رد سجون. تمام. وكفايه ان انت لسه على ذمتي. تمام عشان اخوكي. انا لو مش مراعي العيش والملح اللي ما بيننا كنت طلقتك من يوم ما دخل السجن. والله. والله. كتر خيرك يا ابن الاصول. اخوك ده ما يخشليش البيت. ماشي خلاص، انا هنزل اجيب طلبات البيت واجي. يلا. عاملة ايه يا هديه؟ الحمد لله يا ابراهيم. يا رب دايما. بقول لك، نعم. معلش عايزك في كلمتين. قول يا في ايه؟ مفيش، احمد اخويا جاي عندي النهارده. طب ما ينور. المفروض هو اصلا مستنيني في الموقف بتاع البلد هنا، ان انا اروح اخده. بس هو عبده طلع زعق. امتى؟ طلع بقاله 3 ايام وهو كان جاي يبص عليا. طب اجي اجيبه معاكي، اجيب عربيه ونروح نجيبه؟ امال في ايه طيب؟ اخوك مش راضي، انا اصلا كنت نازله اصلا ان انا اقول لامك تحت، بس قلت اعرفك يعني بما ان انت طالع تبقى تطلع تكلمه. اللي هو اخويا مش راضي عشان ايه؟ مش فاهم. بيقول لي احمد اخوك يبقى رد سجون وما دخلش حد رد سجون بيتي اخويا وكده. انا يقول الكلام ده؟ والله قال لي كده. عبده. عبده اللي قال لي الكلام ده؟ والله قال لي كده يا ابراهيم. قال لي كده ازاي؟ دي انت هتهزري؟ هو ده في هزار يعني يا ابراهيم؟ هو مرضاش، انا عارفه انا عارفه ان عبده كان بيحب احمد وكان بيحترمه واحمد محترم، بس انا ما اعرفش هو ماله مرضاش اصلا يخليني اقابل اخويا ورفض ان انا اجيبه وادخله بيتي. هو ده ينفع يعني ان انا امنع اخويا وما ادخلوش بيتي؟ لا ما ينفعش، روح هات اخوك وانا مش هطلع اتكلم معاه دلوقتي. مش هينفع، لازم هو يديني الاذن. مش روح هينفع. هات اخوك بعد اذنك، روح هات اخوك. ما انا هروح اجيبه، بس يا بالله عليك ستي ماشي. كلمه انت، كلمه انت وهو هيقعد عندي، اخوك هيقعد عندي وهبقى اكلمه. روح هات اخوك. والله ما انا عارفه اعمل ايه. ربنا يستر.